خايف حتى لو كانت البلد تخرب عشان الكرسي، يقعد هو ونخرب فيها ونخليها كهن ونخليها. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بانه جوز دنيا سمير غانم وبشويه علاقات عندهم كده الراجل اشتغل اعلامي، ماشي رزق وما عندناش مشكله، سكريبت وجاله اكل عيش الراجل يعني مش هنقطعه. بس هل انا في نظركم فعلا طري كده زي ما طلعتوني في التسريب؟ هل ده فعلا صوتي يا مخابرات اكبر دوله عربيه من حيث السكان؟ بس ده انا بشتغل على الفيديو بتاعي كام يوم عشان اطلع في الاخر حلقه كام دقيقه، تقوموا تستعجلوا كده وتجيبوا سميه الخشاب تقلد صوتي؟ ده انا في البلد لو راح لهم خبر ان ده صوتي يطخوني يا ولد ابوي. اتعبوا بقى على شغلكم شويه، وبعدين نزلتوه في التلفزيون والناس شافت، خلاص كفايه، لكن تنزلوه في السوشيال ميديا كمان؟ لا ده انتوا جايين تلعبوا في منطقتي بقى. خد تعال، مش انا اقفل لكم قناه DMC دي قبل كده على اليوتيوب؟ فاكرين انتوا بتحرموش؟ طب نزلوا حتى برنامج تغيير اصوات ده ب$90 يا جدعان على النت يعني، وانتوا معاكم مليارات. وبعدين ايه انزل مجموعه تويتات دي؟ انزلهم كابلز يعني، تويت ذكر وتويت انتايه؟ وبعدين يا اذكى اخواتك مدير مكتب ايمن نور بيكلم عبد الله الشريف، هيقول له لا بلاش دي عشان الاستاذ عمرو اديب حرقها خلاص. الاستاذ عمرو اديب معذورين، اصل انتوا ما تعرفوش احنا بنسمي عمرو ده ايه في اجتماعات الجماعه الدوريه في مثلث برمودا اللي بتبقى تحت المحيط. هو انتوا ما فيش خالص؟ وبعدين بيقول له هو احنا يا مؤمنين، ما اسمهاش هو احنا يا مؤمنين، اسمها بس كده يا مؤمن. مصطلحاتي ما يتلعبش فيها، انا بقالي سنين برسخ المصطلحات دي في اذهان الناس، ما تجيش تبوظها لي. معقوله يا جدعان ده جهاز مخابرات دوله بحجم مصر؟ فين ايام جمعه الشوال ورأفت الهجان ومحسن بيه ممتاز؟ الاخ جوز دنيا، انا عندي بصراحه خبرين، واحد حلو والتاني وحش. الخبر الحلو ان فيديوهاتك في العاده يعني بتجيب من 200 ل 300 مشاهده في الفيديو، فانا عملت لك شير للفيديو بتاعك عندي على صفحتي في الفيسبوك وعمل اكتر من 1,000,000 مشاهده في اقل من 4-5 ساعات. اما الخبر الوحش بقى فالمصريين فضحوك في التعليقات واتفضحت فضيحه حرامي الجزم في الجوامع. ما تعملش كده تاني لو سمحت، وابقى اكتب اسمك على الشاشه كده في البرنامج بتاعك زي ما انا بحط كده، بدل ما الشباب كلها في التعليقات بتقول لك يا جوز دنيا انت مش صغير، انت راجل وقدها، اشتغل على نفسك انت بس شويه وهتبقى تمام. اما بقى اللي مشغلينك الساده جهاز المخابرات العامه المصريه، ليتكم كنتم جهاز العروسين بتاع عبد الرحيم عمرو. الناس عارفه انكم افلستم والبساط انسحب فجاه من تحت رجليكم وماشيين تخبطوا زي السكاره. مش عيب واحد زي شغال في اوضه 3 متر في 3 متر وشغال بكاميرتين ولمبتين يشلوحكم كده؟ عايزين تسريبات قولوا لي، يقولوا لك ازاي يا عم عبد الله هو ينفع؟ ايوه ينفع والله، حتى جرب كده وقول لي عبود انا عايز تسريب حقيقي ليك وشوف انا هعمل ايه. طب يا عم عبد الله احنا عايزين تسريب حقيقي ليك ودلوقتي حالا. من عيوني والله، احلى تسريب اخدم بيه بلدي اللي روحي كلها فداها. سياده اللواء عباس كامل مدير المخابرات العامه المصريه، اني اسف، انا هعمل مكالمه دلوقتي قدام الناس مع واحد من رجالتك معاه الكارنيه بتاعكم وبيتمشى وسطيكم وبياخد اوردرات منكم، بس في الحقيقه هو مش طايقكم. الراجل جالي على الواتس وعرض ان هو يفضحكم مجانا كده لوجه الله الكريم. خلي رجالتك بقى يسجلوا ورايا عشان مصر كلها تسمع هذا التسريب يا باشا. اذا ضربت فاوجع فان العاقبه واحده. ده التليفون بتاعي يا شباب، نحطه هنا كده ونقول الو. الو. الو ايمن باشا، السلام عليكم. السلام. بقول لحضرتك يا ايمن بيه، معلش انا اسف للازعاج ان انا اتصلت بدون يعني تنسيق وكده، ولكن حضرتك كنت قلت لي على مبنى المخابرات اللي جنب القصر بتاع السيسي اللي في العلمين، مظبوط؟ مظبوط. طيب استاذن حضرتك بس، كنت قلت لي الرقم، قلت لي هو اتكلف كام تقريبا؟ اتكلف 128 مليون. 128 مليون صح؟ حضرتك متاكد من الرقم؟ بالظبط كده 128 مليون. 128 مليون. طيب يا ايمن بيه بس معلش كنت عايز اسال حضرتك على حاجه كمان. قول. بقول لحضرتك مفيش اي صوره للمكان سواء من جوه او من بره عشان حاجه بس نثبت بيها للناس يعني؟ انت عارف المكان كله متغلف بكاميرات والناس في كل حته وما ينفعش صور ولا فيديوهات تطلع خالص. طب يا ايمن بيه مفيش عند حضرتك حتى صوره سيلفي في المكان مع حد او اي حاجه؟ الوضع الامني دوت بيبقى صعب. طيب يا ايمن بيه هقول لحضرتك بس يعني هو انا في مشكله لو انا سجلت المكالمه دي وسمعتها لحد يعني؟ لا يا عبد الله انت بتهزر ولا ايه؟ تسجيل مكالمه ايه؟ ما ينفعش. لا صوت حضرتك هيتغير خالص، الصوت مش هيبقى هو الصوت ده خالص، انا هعمله في المونتاج وهيبقى صوت مختلف. متاكد يعني يا عبد الله ولا؟ متاكد والله. حضرتك شفت التسريبات اللي بتاعت الحلقه اللي فاتت بتاعتي؟ شفتها. شفت صوت الراجل غير ده خالص. غير الصوت بس سمعه لي الاول قبل ما تنشره. طيب حاضر يا باشا، حاضر يا ايمن بيه، متشكر جدا يا ايمن بيه. تمام. مع الف سلامه. مع السلامه. والله انت غلبان يا عبد الله. ليه يا عباس بيه؟ انت بتتصل بواحد صاحبك وعامل ان هو ضابط مخابرات، الزم حدودك وشوف انت بتكلم مين. انا عارف يا فندم طبعا، بس شوف حضرتك انت الصوره دي وانت هتعرف انا اقصد ايه. مش ده مبنى المخابرات الجديد بتاعكم ابو 128 مليون اللي على يمين القصر ابو 250 مليون اللي في العلمين يا جناب الكوماندا المهم؟ مش دي ارضيه المدخل الرخام اللي اتكلفت 3.5 مليون من فلوس الفقراء قوي؟ لا 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 مالك انت خفت ولا ايه؟ لا يا حبيبي دي صوره فوتوشوب وانت مش جامد ولا حاجه ولا حتى عندك غيرها. طب ما تستفزنيش وتخليني ازعلك. لا زعلني لو راجل، ولا انا راجل ومعلم على اللي مشغل. وتعالى بقى لما اعلم على جهاز مخابراتكم العره شويه بصمجيه. اتفرج يا عبس. ناقة لنا فيها ولا جمل،
هوبا يقفش الجمله دي يقول لك شفت طلع محمد ناصر قال لك دي مغامره عسكريه لا ناقه لنا فيها، عايزنا نتخلى عن الخليج. اهدى واتك على الصبر. مش انا اللي قلت الجمله دي اصلا، اللي قال دي مغامره عسكريه لا ناقه لنا فيها ولا جمل وانها سذاجه وغلط ده مش انا، ده سيدك احمد وصفي قائد الجيش الثاني. شفت سياده القائد خد دبوره زياده، هو اللي طلع قال كده، قال ارسال قوات مصريه الى هناك يعني ما يصحش. وانت يا احمد وصفي ما بتتعلمش؟ يعني المره اللي فاتت قلت شفت سياده الفريق اخد دبوره زياده، شفته بقى رئيس جمهوريه، اهو بقى رئيس جمهوريه وخد ربير خد مشير. ما بتتعلمش 14 سنه ما بتتعلمش. اهو دلوقتي قال لك اعتقد القياده مش بالسذاجه دي، القياده الحاليه ركزه، اهو بعت إيه بتهدى شويه. ايه يا احمد يا اسمه وصفي ده يا عم، ايه في ايه بالراحه شويه، كل مره ترمي رهانك تخسر خلاص خلصت. ثانيا يا حضرات، مش انتوا اللي صدعتونا ان جيش مصر للمصريين واحنا مالناش صالح بغزه ولا ممر فيلادلفيا ولا كامب ديفيد، وطلع ابراهيم عيسى قال لنا ما احنا مالنا ومال غزه. ده حتى ساعتها كان كل اللي بنطلبه انكم تسيبوا المساعدات تدخل، كل اللي كنا بنطلبه افتحوا المعبر قدام نشطاء الحريه يدخلوا مساعدات. والله ما حد طلب حرب ساعتها، لان احنا قلنا هنا ان الحرب مكلفه جدا وفظيعه جدا، احنا مش عايزين حرب. لكن كنتوا مصدرين فزاعه بتقول انتوا عايزين ندخل حرب، انتوا عايزين ندخل حرب. نروح بعيد ليه؟ مش السيسي ده هو صاحب نظريه الاتزان الاستراتيجي والخيارات السلميه وعدم الانجرار للحرب على اي جبهه؟ هو نفسه السيسي، هو نفسه. اتفضل. اللي اتغير ايه بقى؟ اللي اتغير من الصبر الاستراتيجي وعدم اشعال الحرائق وانجرار مصر للحروب وحاجات، ومش هنبعت الناس في السودان عشان ما نعملش حرب، ولا هنبعت ناس في غزه لان احنا مش عايزين حرب وعايزين نحافظ على البلد. فجاه بنبعت طيارين الى الامارات. تسريبات بقى عباس بيه، تسريباتك ولا تسريباتي؟ على فكره عندي فيديوهين تانيين بس مش هقدر انشرهم من جوه مبنى المخابرات عشان احافظ على المصدر بتاعي. صح، نسيت اقول لكم ان عباس بيه كامل مدير المخابرات المصريه هو اكتر واحد متسرب له مكالمات في مصر. والله العظيم، وادخل على اليوتيوب واكتب تسريبات عباس كامل وانت تشوف. وبقى رد بقى عباس باشا على الشعب وقول للناس ال 128 مليون جنيه دول جبتهم منين؟ وليه عامل مبنى مخابرات في المصيف على البحر جنب قصر السيسي؟ اظن ردودي مقنعه واكسب انا، فطالما كسبت يبقى انت بقى اللي تسمع. اسمع بقى الاوامر عشان عيالك كبار، وعيب قوي لما يعرفوا ان باباهم الراجل المحترم الكباره واخد فيلا فين وواخدها عشان ايه. قشطه. اولا صورتي لما تنزلوها في الصفحه الاولى تبقى فوق او في النص وتبقى بحجم اكبر. انا متواضع بس بتكلم باسم المصريين ولازم تديني برستيج. ثانيا لما تنزل خبر باسمي ما تقولش الهارب عبد الله الشريف، قول الجان عبد الله الشريف، قول فتى الشاشه الاول عبد الله الشريف. انت ما تعرفش انا بصرف على تيشيرتاتي قد ايه. ثالثا بقى لما تعمل لي تسريبات تاني ما تجيبش الواد الطري ده، هات واد خشن كده وفيه رجوله عشان الناس تصدقه. ورابعا بقى واخيرا خلي التسريب الاخير ده ما تمسحوش، وانا نفسي مش هبلغ عنه علشان الناس اللي ما كانوش يعرفوني سالوا نفسهم مين عبد الله الشريف ده، وجم اشتركوا في قناتي وزدت 100,000 سبسكرايب في يوم واحد. انت متخيل؟ وكمان فيديو تسريبات القصر داخل على 2 مليون مشاهده في يومين بس. قشطه يعني، متشكرين جدا لحسن تعاونكم. وبعدين تعالى هنا، هو انت لما تمسك شاب اردني وشاب سوداني وتصورهم فيديو وتقول للناس ان في مؤامره كونيه على مصر من كل بلاد العالم، انت كده بتفهم يعني؟ ده انت بتضرب السياحه في مقتل يا غبي. الناس معظمها هتخاف تجيلك لا يلبسوا قواضي، والباقي هيخافوا على عمرهم من البلد المستهدفه من الكوكب كله. اغبياء اقسم بالله. طب بلاش اسمعوا اعترافات الشاب السوداني ده. البلد دي مش ده الجيش تبعها ولا تبع امك؟ لو تبع امك قول لنا، جايز من الصيغه بتاعت والده ان ده الجيش بتاعها. اوكي. سؤال تاني، هل في قوات مصريه في حته تانيه؟ للاسف حابب اقول لك انه بحسب مصادر عسكريه ان السيسي بعت قوات ل4 دول خليجيه مش للامارات بس، لا وكمان بعت قوات لجنوب السودان، وكان لنا قاعده عسكريه هناك لكن جنوب السودان قفلها من كام يوم. ادي الخبر اهو، 4 قوات، هناك 4 مصدر سياسي للجزيره، هناك 4 دول خليجيه توجد بها قوات مصريه حاليا ضمن سياسه القاهره لدعم الخليج. القوات الموجوده منذ الاسبوع الاول للحرب، والقاهره بادرت بعرض دعمها لدول الخليج دون انتظار ان يطلب منها شيء. جوبا تغلق القاعده العسكريه المصريه باعالي النيل وتنهي الوجود العسكري قرب اثيوبيا. ده يا حضرات السؤال اللي بعد كده، هل الموضوع ده قانوني او دستوري؟ للاسف برضه لا، لانه بحسب الماده زي ما الناس كلها نشرت امبارح والنهارده، بحسب الماده 152 من الدستور المصري اللي نص على انك عشان تحرك القوات دي لازم تستاذن البرلمان، ولا يرسل رئيس الدوله القوات المسلحه في مهمه قتاليه الى خارج حدود الدوله الا بعد اخذ راي مجلس الدفاع الوطني وموافقه مجلس النواب باغلبيه ثلثي الاعضاء.
فإذا كان مجلس النواب غير قائم يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني. طبعا ده كلام فارغ لسبب بسيط قوي، لأن زي ما قلت لك كده، بس السيسي ضرب ليبيا درنا من غير ما يستأذن حد خالص. السيسي بيعمل اللي هو عايزه، ده جيشه، وده اللي خلى مصطفى موافقة البرلمان قال لها احنا ندخل حرب. البرلمان يا سيد مصطفى، يا برلماني يا عتيد يا معرضاتي، ما بيقولش في حالة دخول الحرب، بيقول إرسال قوات مصرية. ادي الماده 153 اهي، معلش رجعني تاني الماده 153. ارسال، ورئيس الجمهوريه هو القائد الاعلى للقوات المسلحه، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات في مهمه قتاليه الى خارج حدود الدوله الا بعدها، يعني مهمه قتاليه. واعتقد يا سيد مصطفى ان الطيارين اللي راحوا الامارات مش رايحين يعملوا شوبينج ولا ايه؟ فانت تيجي تزور على الست المذيعه وهي بتقول لك انك انت كان المفروض تاخد راي البرلمان، تقول لها بمنتهى البجاحه نحن لم ندخل حرب. لا، الماده 153 ما تقولش حرب، تقول في مهمه قتاليه. السؤال الثالث، هل المصريين راضيين على الخطوه دي؟ احنا مالناش دعوه، احنا مفيش اي ابداع. وبعدين ما هي فلوسكم طلعت اهي وعمالين توزعوا على الناس في الاسماعيليه وفي السويس كراتين، يعني عندكم فلوس اهو مخبيينها من الناس وطلعتوها بس لما عرفتوا ان الناس هتقلب عليكم. طب ما كمل الاول. وكمان ايه بلعه الفنانين اللي فتحتوها علينا دي؟ مفكرين الناس مش عارفه انهم واخدين اوامر يعملوا. خلاص اقتنعت انا. طب شوف لي واحد غير النمبر 1. الراجل بتاعكم ليه فيديو من قلب ميدان التحرير في 25 يناير بيأيد فيه مطالب الشعب وحقه في لحظاتك الحلوه بس. يا ايها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وزضنا كيما يصح به وانت سقيم وما يصح. وبعدين تحشدوا موظفين الدولة غصب عنهم وهتنزلهم بكرة الجمعة في الميادين تحت التهديد، واللي مش هيروح يتحول للتحقيق او اسمه يروح امن الدولة. ده ايه الانحطاط ده؟ للدرجة دي فقدتوا كل اوراقكم وما قدامكوش غير تهديد الناس في لقمة عيشها؟ انتوا مش عارفين ان مصر كلها والدول العربية عارفة مسبقا ان الناس اللي نازلة دي نازلة تمثل عشان تحافظ على رزق عيالها؟ طب بلاش دي. هتحشدوا الناس بالزور اوكي، لكن كمان تخلوا الاتوبيسات اللي هتطلع توصلهم من المحافظات عشان تحشدهم لكم تطلع بالسحت ومن غير ولا مليم. ليه؟ كل المليارات اللي نهبتوها دي مش قادرين تطلعوا منها كام مليون وتدوا الناس شقاها؟ ايه المستنقع ده وايه الحضيض اللي وصلتوا له سايقين البلد كلها ليه ده؟ انتم مفكرين ان انتوا كده مكملين وان المصريين هيسلموا وشكرا على كده وخلصت؟ اغبياء. اعتقالات سبتمبر 2019 دي عملها السادات قبلكم سنه 80 وبرضه ما قعدش في السلطه. الراجل عاد المصريين كلهم بجميع طوائفهم وحبس الالاف برضه. كانت ايه النتيجه؟ اغتيالات وعنف واعتقالات جديده، وفي الاخر مشي غصب عنه برضه بعدها بشهر واحد. التاريخ بيقول انكم هتغوروا في داهيه زي اللي سبقوكم، والجغرافيا كمان بتقول ان مصر دي مش ملك اللي خلفوكم، الماضي بيقول ان ده اخركم، والحاضر بيقول انكم فلستوا، والمستقبل ان شاء الله من غيركم ومن غير لفساتكم ولا اجرامكم ولا فجركم. بس كده يا